سنة 1961 كان في مواطن مصري بسيط اسمه عم صالح. عم صالح راجع من شغله، قال يعدي على سيدنا الحسين يصلي العصر ويتبارك برحاب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الصلاة خرج عم صالح علشان يتمشى شوية في شوارع الحسين ويتفرج على البضايع أشكال وألوان. وهو واقف قدام مكتبة كبيرة من مكتبات حي الحسين بتقع عينه على نسخة من المصحف الشريف، نسخة ما شافهاش في مصر قبل كده. كانت مزخرفة بزخارف تشد العين، وكمان الغلاف بتاعها مطلي بمية الذهب. مش بس كده، ده كمان الورق الداخلي بتاعها كان خامته قوية جدا، وواضح انها خامة قيمة، والطباعة بتاعته فخمة جدا. عين عم صالح حبت النسخة دي جدا، وقال في عقل باله يا سلام لو يكون عندي نسخة من الطبعة الفخمة جدا دي. وبالفعل دخل عم صالح للمكتبة وسأل عن وهبة المصحف، ولأن هو مبلغ زهيد جدا جدا ما ترددش عم صالح لحظة، طلع وهبة المصحف من جيبه واداها للبياع واخد النسخة اللي زغللت عينه. روح عم صالح على بيته وهو فرحان جدا بنسخة المصحف اللي معاه، وبدأ يقرأ منها ورده اليومي. ولما وصل عم صالح لسورة آل عمران الآية الكريمة 85: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، صدق الله العظيم. لاحظ عم صالح ان في حاجة غريبة في الطباعة، كلمة غير في الآية الكريمة مش موجودة. ركز معايا، الكلمة مش موجودة من الأساس، يعني مش مشطوبة، مش ممسوحة، مش غلطة مطبعية مثلا، لا دي ما اتكتبتش من أصله. وحاول كده تتخيل معايا الآية الكريمة من غير كلمة غير. طبعا معنى الآية اختلف اختلاف ينقل المعنى للنقيض تماما. عم صالح ما قدرش يمسك نفسه من الغضب، وخصوصا لما اكتشف غلطة شنيعة تانية لما وصل لسورة المائدة للآية الكريمة 64: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، صدق الله العظيم. عم صالح لقى كلمة غلت في الآية الكريمة مكتوبة بدون نقطة على الغين، وبكده تبقى الكلمة إيه؟ علت. عم صالح ما قدرش يسكت أكتر من كده، أخذ نسخة المصحف ونزل بيها لإمام المسجد اللي في منطقتهم، وراه الأخطاء الشنيعة دي وطلب منه يفسر له اللي بيحصل. وهنا إمام المسجد قال له إنه مش أول واحد يجيله بالنسخة دي، وإن أكيد في مؤامرة خطيرة بتتدبر على القرآن الكريم وعلى الإسلام. أهلا بيكم في قناة كادر مصري، أنا حازم مصطفى، ودي سلسلة الحكاية والرواية اللي بنحكي فيها كادرات من تاريخ مصر. من فضلك قبل ما نبدأ اعمل لايك وشير، ولو بتشوفني على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. لو سألتك ايه هي أكتر إذاعة بتسمعها وانت جوه مصر، طبعا هتجاوبني بدون تردد إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. المصريين ارتبطوا ارتباط وثيق جدا بإذاعة القرآن الكريم لدرجة إنها بقت جزء لا يتجزأ من الشخصية المصرية. إذاعة تقدر تميزها من بين 1000 إذاعة متخصصة غيرها. الأصوات المرتبطة بيها من قراء ومذيعين ومبتهلين بيقدروا يسيبوا بصمة صوتية لا يمكن تكرارها أو تقليدها بسهولة أبدا. مؤخرا ومع الدخول لعالم الفضاءات المفتوحة من ثورة إنترنت وأقمار صناعية، ظهر مئات الإذاعات الدولية اللي بتحمل اسم إذاعة القرآن الكريم، لكن تبقى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هي صاحبة الريادة والمتربعة على العرش. خلينا نرجع مرة تانية للستينات وحكاية عم صالح اللي حكيناها في المقدمة. حكاية عم صالح بالتحديد هي حكاية مبنية على أحداث حقيقية مع تغيير الأماكن والأسماء، لكن الحدث نفسه حقيقي 100%. في أوائل الستينات انتشرت نسخة من المصحف الشريف في كل مكتبات مصر، نسخة طباعتها فاخرة جدا وتقفيلها فخم جدا جدا، ووهبة المصحف كانت مبلغ زهيد قوي لدرجة ان اي مواطن مصري كان يقدر يدفع وهبة المصحف وياخد النسخة دي. لكن لما المصريين اقبلوا على شراء النسخة دي اكتشفوا الاخطاء الشنيعة اللي موجودة فيها، واللي واضح جدا انها ما كانتش اخطاء مطبعية، دي اخطاء متهندسة ومصنوعة بمكر علشان تغير معاني الآيات. الأزهر الشريف والجهات الرقابية لما لقوا النسخة المحرفة دي بتتباع في الأسواق قالوا لازم يكون لهم وقفة قوية جدا ويمنعوا الكارثة دي بأي شكل.
وبحثوا في الأمر علشان يشوفوا النسخة دي جت منين ودخلت السوق المصرية ازاي، والأهم اتوزع منها كام نسخة وتوزعوا فين. والمفاجأة الكبرى إن النسخة دي ما كانتش بتتوزع في مصر بس، دي كمان اتوزعت في بعض الدول الخليجية وبعض الدول الأفريقية المسلمة. والموضوع ما وقفش عند نسخة المصحف دي بس، ده كمان ظهر مجموعة من الإذاعات المجهولة الموجهة للمسلمين في مصر وخارجها، كانت بتبث تلاوات قرآنية فيها أخطاء مقصودة في التشكيل ومخارج الحروف علشان يبوظوا طريقة نطق القرآن الكريم ويسيبوا أثر التلاوة الخاطئة في ودن المستمع. طبعا القيادة المصرية ما كانش ينفع تقف متفرجة بالشكل ده، وبدأوا يبحثوا في الأمر علشان يكتشفوا مصدر النسخ المحرفة دي. ويطلع مصدرها منين بقى؟ يطلع مصدرها مطبعة في أحد الدول العربية يمتلكها شخص ليس من أبناء هذه البلد ولكنه من أبناء العم. وطبعا كده بقى مش محتاجين نبحث عن مين اللي ورا الإذاعات المجهولة، أصل هيكون مين يعني؟ مين اللي له مصلحة في قلب معاني الآيات اللي بتناقض صميم العقيدة؟ يا ترى مين؟ أيوة بالظبط اللي انت فكرت فيهم دلوقتي، ولاد العم. وقتها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أصدر قرار فوري وسيادي بمصادرة وإعدام كل النسخ المحرفة دي، وكلف وقتها مطبعة الشمرلي المطبعة المصرية العريقة إنها تطبع فورا مصاحف مراجعة ومدققة من الأزهر الشريف. وبالفعل الأزهر الشريف راجع نسخ المصحف الجديدة، وطبعت مطبعة الشمرلي 25,000 نسخة، وتوزعت نسخ المصحف ده على القطر المصري كله وكمان بعض الدول العربية وبعض الدول الأفريقية المتضررة علشان تحميهم من الفتنة دي. بس ده برضه ما كانش كفاية. فاكر لما قلت لك إن كان في إذاعات مجهولة المصدر بتبث تلاوات خاطئة؟ الإذاعات دي كانت لازم تتواجه بطريقة مختلفة تماما. كان عندنا عالم جليل اسمه الأستاذ الدكتور لبيب السعيد، وده كان أستاذ جامعي وأكاديمي بارز، وكان بيترأس جمعية المحافظة على القرآن الكريم. اقترح الدكتور لبيب تبني مشروع قومي عظيم اسمه المصحف المرتل. والمشروع ده كان عبارة عن حفظ القرآن الكريم كاملا صوتيا مرتلا بصوت أحد كبار القراء. طبعا احنا دلوقتي متاح عندنا المصحف المرتل بكافة القراءات وبصوت عدد كبير جدا من القراء، لكن في فترة الستينات ده ما كانش متاح قوي. أي نعم في قراءات مسجلة ومحفوظة في الإذاعة المصرية لكبار القراء زي مثلا فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، فضيلة الشيخ محمد رفعت، فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لكن ما كانش فيه تسجيل يجمع القرآن الكريم كاملا مرتلا بصوت واحد. وده اللي خلى الدكتور لبيب يفكر في المشروع ده علشان يكون هو المرجع الصوتي للعالم كله. طيب الفكرة موجودة، هننفذها ازاي؟ خد بالك برضو ان الموضوع مش سهل قوي زي دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا استوديو صوت في كل شارع، اجهزة تسجيل متاحة واي حد ممكن يشتريها، ده في كمان اجهزة تسجيل بتبقى مخصوصة للهواة اللي ما عندهمش اي خبرة في استخدامها. لكن احنا بنتكلم عن فترة الستينات، ما كانش في حاجة اسمها ديجيتال ريكوردر نقدر نسجل عليه بالساعات زي دلوقتي، حتى شرايط الكاسيت ما كانتش لسه ظهرت. امال ايه التقنيه اللي كانت متاحه وقتها؟ كان متاح وقتها اسطوانه الفينيل، وهي اسطوانه بوشين نقدر نسجل على كل وش منها تقريبا 25 دقيقه، يعني الاسطوانه الواحده تشيل تقريبا تسجيل 50 دقيقه. طب كويس، احنا بقى محتاجين كام دقيقه علشان نسجل المصحف المرتل كاملا؟ يعني مش كتير، حوالي 2640 دقيقة بس. وهنا كان لازم الدكتور لبيب يلجأ للمكان المتخصص، والمكان المتخصص هنا هو الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية ما كانش عندها أي مشاكل في التجهيزات اللوجستية، الاستوديوهات جاهزة، الهندسة الصوتية على أتم استعداد، وكمان عندنا اختراع جديد اسمه ريل تو ريل، وهو شريط مغناطيسي نقدر نسجل عليه الصوت بالساعات. طب حلو، نسجل عليه هو؟ لا، الشريط ده برضو كان عنده شوية مشاكل كده بتخليه ما ينفعش، زي مثلا ان هو بيحتاج اجهزة ضخمة جدا علشان يشتغل عليها، والاجهزة دي متاحة في الاذاعة بس مش متاحة في كل البيوت. حاجة تانية ان هو مثلا بيتلف بسرعة، بيتأثر بالرطوبة، سهل ان هو يتقطع. وكل دي مشاكل خلت الاسطوانات هي المرشح الاقوى. وبالفعل بتوفر الاذاعة المصرية 50 اسطوانة فينيل لتسجيل المصحف المرتل كاملا، واللي بالمناسبة كانت كلها تبرع من شركة مصر فون اللي كان بيملكها وقتها الموسيقار محمد فوزي. طيب
مين بقى القارئ اللي هيرتل القرآن الكريم ويسجل الاسطوانات؟ وقتها الإذاعة كان فيها عدد كبير جدا من القراء المعتمدين، لكن رأت الإذاعة إنها ما ترشحش قارئ معين، وإنها تطرح الفكرة على القراء وتطلب منهم إن من يرغب في تسجيل المصحف المرتل بصوته يقدم ظرف مغلق مكتوب فيه الأجر اللي هيتقاضاه عن ساعات التسجيل. وقررت الإذاعة تشكيل لجنة لفتح المظاريف واختيار القارئ المناسب. اللجنة اجتمعت وبدأوا في فتح المظاريف فعلا، وفجأة وهم بيفتحوا ظرف معين اتفاجئوا كلهم من الرقم اللي في الظرف. تفتكر الرقم كان كام؟ كان 0، ومكتوب تحت جملة: لن أتقاضى مليما واحدا في حال تسجيل المصحف المرتل. مين بقى صاحب الظرف ده؟ كان فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. فضيلة الشيخ الحصري من مواليد مركز طنطا بمحافظة الغربية سنة 1917. أتم حفظ القرآن الكريم كاملا وهو عمره 8 سنوات بس، وفي سن ال 12 سنة التحق بالمعهد الديني في طنطا علشان يتعلم علم القراءات والتجويد للقرآن الكريم. وما اكتفاش الشيخ الحصري بحفظ القرآن فقط، ده كمان تعمق في دراسة القراءات العشر وأخذ شهادة التخصص فيها، وبقى هو المرجع الأول في هذا العلم. وفي سنة 1944 بتعلن الإذاعة المصرية عن مسابقة لاعتماد قراء جدد. بيتقدم الشيخ الحصري للمسابقة وبيطلع الأول على كل المتسابقين، وبيتم اعتماده في الإذاعة المصرية. وفي سنة 1961 بيتم اختياره علشان يسجل أول مصحف مرتل برواية حفص عن عاصم، وبقى هو الدرع الصوتي ومرجع الترتيل المسموع لحد اللحظة دي. طيب خلاص الحمد لله سجلنا المصحف المرتل، هنوصله للناس ازاي بقى؟ خد بالك ان عدد الاسطوانات النهائي للمصحف بعد المكساج والهندسة الصوتية كان تقريبا 30 اسطوانة، وطبعا هتكون تكلفة طبع ونشر المصحف المرتل بعدد الاسطوانات دي كلها عالية جدا، ومش كل المصريين هيقدروا يبقى عندهم نسخة منه. وطبعا ده كان عكس هدف المشروع من البداية. هدف المشروع من البداية ان المصحف المرتل يوصل لكل مصري مسلم، لكن مع التكلفة العالية دي مش هيقدر يوصل غير للمقتدرين بس. وهنا بيظهر بطل جديد في قصتنا، وهو الإعلامي الكبير الدكتور كامل البوهي. وقتها الدكتور البوهي كان مذيع في القسم الديني في الإذاعة المصرية، ونقدر نقول كده إن هو كان الدينامو بتاع مشروع تسجيل المصحف المرتل. هو اللي كان بيسجل بصوته المقدمات الإذاعية للتلاوات، وكمان كان بينسق بنفسه بين الاستوديوهات، وتعاون بطاقته كلها مع الدكتور لبيب علشان المشروع ده ينجح. وبعد انتهاء المشروع وتسجيل المصحف المرتل كامل، بتيجي للدكتور كامل البوهي فكرة عبقرية: هو احنا ليه ما يبقاش عندنا إذاعة مش بتبث أي محتوى صوتي غير القرآن الكريم؟ ومن هنا كانت أول فكرة لإنشاء وإطلاق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتب الدكتور كامل البوهي فكرته وقدمها الرؤساء في الإذاعة، لكنهم يعني ما كانوش بنفس الحماس. وفضل الدكتور البوهي مستني أي خطوات جدية لإنشاء وإطلاق الإذاعة، لكن كل مرة كانت بتقابله عقبات ليها علاقة بالميزانيات والروتين وخلافه والحاجات ديت يعني. لحد ما بيقرر الدكتور البوهي إن هو يقابل وزير الإرشاد القومي وقتها، وهو الدكتور عبد القادر حاتم، وبيعرض عليه فكرة إنشاء وإطلاق إذاعة القرآن الكريم. بيعجب الوزير بالفكرة جدا، وبيرفع الأمر لرئيس الجمهورية اللي بينبهر بالفكرة وبيوافق فورا على إطلاق الإذاعة. وفي سنة 1964 انطلق البث الأول لأول وأهم صرح إعلامي وديني في مصر، وكان الدكتور كامل البوهي هو أول مدير لإذاعة القرآن الكريم. وبدأت الإذاعة بثها ب 14 ساعة بس، وكان أول حاجة تحضن ودن المستمعين هي تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. المصريين حبوا الفكرة جدا، كل البيوت بقى بيشتغل فيها إذاعة القرآن الكريم، حتى اللي ما كانش عنده راديو كان بيروح يشتري راديو مخصوص علشان يشغله على إذاعة القرآن الكريم. والنهاردة وبعد 62 سنة من إطلاقها بتفضل هي الإذاعة المتربعة على عرش الإذاعات العربية، وبتفضل جزء لا يتجزأ من اليوم المصري. كبرنا على صوتها
وعشنا معاها أجمل الذكريات، وارتبطنا بأعلامها وعظمائها من القراء والمبتهلين زي الشيخ محمد رفعت، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد صديق المنشاوي، والمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ النقشبندي، وكمان السادة المذيعين اللي ارتبطنا بصوتهم جدا زي الإعلاميين رضا عبد السلام، شحاتة العرابي، سعد المطعني، والدكتورة هاجر سعد الدين، وغيرهم كتير جدا من اللي شكلوا ذاكرتنا السمعية على مدار السنين. لو وصلت لحد هنا أنا بحييك، وعايز أقول لك إن أنا مستمر في المحتوى على قناة كادر مصري علشان خاطرك أنت. اكتب لي بقى في الكومنتات رأيك في الحلقة، وقول لي كمان عايز الحلقة الجاية تكون عن مين، وما تنساش تعمل لايك وشير، ولو بتشوفني على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. شكرا ليكم، واشوفكم الحلقة الجاية من سلسلة الحكاية والرواية على قناة كادر مصري.